لو مستنيين النهارده اتكلم عن الحكم الفاسد اللي حكم ماتش الاهلي والترجي، فانا مش جاي اعمل كده، لان الموضوع ده قتل بحثا. خلاص، عايز تقول عليه حكم فاسد، عايز تقول عليه حكم فاشل، قول زي ما انت عايز تقول، ولكن كل الناس اتكلمت عن الحكم. انا النهارده جاي اتكلم في نقط صغيره ومش من ضمنها الحكم. اول نقطه هي تمركز محمد هاني في كره البنالتي. تخيل ان الكره دي ما جاتش في ايد محمد هاني، ايه الوضعيه اللي محمد هاني واقف بيها دي؟ الف ب بيعلموه للناشئين في الطريقه بتاعه الدفاع لما الكورنر يتلعب او لما كور عرضيه تتلعب، ان ظهرك بيبقى للجون بتاعك وجسمك مقسوم ما بين وشك للملعب ووشك للكوره، فاذا صدرك كله المفروض يبقى مفتوح على الملعب مش في اتجاه المرمى بتاعك. الوقفه والبوزيشن بتاع محمد هاني في الكوره دي غريب ومش مفهوم. الكوره لو ما كانتش جت في ايده هو كان هيطلعها ازاي؟ كان هيطلعها براسه، هتروح في انهي اتجاه؟ كوكا في نص الملعب عايز يفوت واحده ما بين رجليه وهو اصلا بيلعب رقم 6، وانا مش فاهم يسترب لعبه ليه على مروان عطيه. كوره زي دي الراجل اصلا بتاع الترجي بعيد عنك جدا، انت مش محتاج تعمل كل ده، انت محتاج تستلمها وتلعبها تاني للسنتر باك لو عايز، او لو انت كرييتيف قوي المفروض تستلمها وتطلعها لامام عاشور اللي المفروض يبقى مسؤول عن بنايه اللعب. استرب في الدقيقه 87 بينزل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات. الناس دي المفروض تنزل تعمل ايه في 3 دقائق؟ وبالوقت البدل الضايع ايا كان هو كام، انت منزل تبديلات في الدقيقه 87 وعايز تكسب. امال انت لو كسبان وعايز تضيع وقت هتبدل في الدقيقه كام؟ طبعا لعيبه الاهلي عملت الشوط الاول كويس، لان الترجي اصلا مش في حالته المعروفه. الترجي اقل بكتير عن كل السنين اللي فاتت، ودي تقريبا واحده من اسوأ النسخ للترجي في اخر 7-8 سنين.